السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب. كما العاده فيديو جديد ووصفه جديده. اول حاجه كنبغي نعتذر منكم بزاف على هذا التاخير هذا وهذه الغيبه الطويله لظروف كانت شخصيه. اليوم بحول الله غنقدم معكم واحد الكيك بلا طحين، عيب كيكس وبالمايزينا كيجي مزيون. خليكم معايا ندوزو نشوفوا المكونات اللي غنحتاجو لهذا الكيك هذا. بالنسبه للمكونات عندي هنايا كيكس، هاد كيكس ناقص السكر شويه. عندي هنايا كاس لاروب د الزيت، عندي كاس لاروب د السكر، عندي هنايا مايزينا كاس ونص د المايزينا دنشه، يعني المايزينا تكون مزيونه. عندي هنا واحد الياغورت، بالنسبه للياغورت النكهه د البنان اولا د الفاني. عندي واحد الساشي د الخميره، عندي 3 د البيضات، وغنحتاج واحد الرشيشه د الخل هنايا باش كيجيبها شويه منفوشه. خليكم معايا غندوزو نجيبو غنخدمو هاد المكونات كامله، غنخدموهم بالطراب الكهربائي. خليكم معايا. هنايا في جبانه غنطرطق بيضات هما الاولى، من بعد غنزيد لهم رشيشه د الخل الابيض، وغنعمل السكر، وغنبدا كنخدم في هاد المكونات هادو. من بعد دابا غنبدا كنضيف الكيكس. هنا غنبدا كنفتت هاد الكيكس، بالنسبه للكيكس الكميه كتعملوا حتى كتشوفوا يعني الكيك عقد وقف، عاد كنكتفيو من كيكس حيت كيكس وكيف النوا كاين اللي كيشرب دغيا وكاين اللي ما كيشربش. هنا غنبدا كنحط الكيكس شويه بشويه، من بعد غنعمل المايزينا. ملي يبدا كيفتح اللي شديتو غنضيف عليه المايزينا. هنا من بعد ما تخدمت لي كيكس شويه ضفت مايزينا الاوليه وغنزيد مايزينا اخرى، وغنبقى كنخدم هاد المكونات مزيان حتى كتخدم لي كلشي. من بعد كنضيف الخميره. تشوفوا القوام ديالها كيف ما ولا. نسيمه مزيونه طالعه من هاد الكيكس، غنحشيها في الفران يعني كيكون ناقص مره حتى كتحمر حتى كطيب وتنفخ. كنعطيوها واحد ساعه الا ربع هيداك حتى كطيب. هنا من بعد ما طاب لي الكيك وزولته من الفران جاب هذا القوام هذا، كتشوفوا كيفاش رطيطب. خليكم معايا حتى نقلبوه هنايا في طبق التقديم. هنا من بعد ما قدمتها معكم في طبق التقديم جات بهذا الشكل هذا. نقطعوها، جات رشيشه، شوفوا كيفاش جات من الداخل، والنسيمه جات مزيونه، جات ولا اروع خفيفه. هيدا الميريندا اولا اذا جا عندنا شي واحد. لهنا كنقول لكم بسلامه عليكم، وكنتمنىكم ترجعوا تدخلوا عندي من القناه وتخليوا لي لايك ولي كومونتاريوس وبارطاجيو الفيديو. وشكرا بزاف، بسلام عليكم.